كشف السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في لقائه مع ممثلي الجالية المصرية في ألمانيا أمس أن مجموعة من البلطجية كانت تقف فوق أسطح البيوت القريبة من سجن بورسعيد. حاولت إطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق السجن بغرض تصوير الأحداث هناك. لقينا في ناس واقفين فوق أسطح المنازل مع مرات قريب من السجن بيضربوا برشاشات. لقيته إيه؟ بيطلع مدفع رشاش. بيطلع إيه؟ طب فقلنا نطلع طيارتين من الجيش يمروا كده. هليكوبتر استناه ايه؟ بس طياره هتضرب واحد تبقى فضيحه يعني. انا اعمل ايه بقى؟ رحت طالع للواد قلت له اضرب يا ولد، اضرب يا ولد، اضرب ايه؟ اضرب يا ولد. امال ايه؟ قلنا هيخافوا يعني لما الطياره فضربوا على الطياره. طلعت طلقه، الطلقه دي تبقى بسرعة الصوت. سرعة ايه؟ الصوت. سرعة الصوت يعني تقول مثلا ايه؟ يا بالفتوح. كلمة اوح دي الطلعة تروح ايه؟ الطلقة تروح طالعة في الاوح دي، تروح طالعة فين؟ فكانت ممكن الطيارة تقع لأنه معاه جرينوف معاه حاجة غريبة جدا. نص آن 762 ده غير بقى ليها فين؟ اللي هي استعملت أول ما استعملت في الهند سنة 1182. سياح جه كتير جدا إلى مصر في السنتين دول. مسكنا 3/4 مسكنا صواريخ لدى افراد، صواريخ مضاده للطائرات كمان. روح يا شيخ الله يعمر بيتك.